كده اقدر اقول لك مبروك بطولة الدوري. مليون مبروك بطولة الدوري. ليه؟ ان انا نكدت عليهم، ان انا حطيت عليهم، ان انا دوست على وشهم. كده اقدر اقول لك الاهلي حسم الدوري. ما تقوليش بيراميدز كسب، ماليش دعوه انا بيوم الاثنين ده. انا لا دعوه بالنهارده. انا حد يكلمني النهارده كده رسميا النادي الاهلي يتوج ببطولة الدوري 2023. غير كده ما كنتش اعرف وما كنتش اسمع وما احتفلتش. هم دول لازم يتداس على وشهم. 4 دي والله العظيم مع الرأفة. 4-1 دي مع الرأفة. انت تكسب 5 و6 ومش عايز ابالغ والله 7. الشوط الاول ده كارثة. الشوط الاول ده كارثة للزمالك. مش تسجل فيه 3 اهداف، انت تسجل فيه مرتاح 5 اهداف 6 اهداف، مش 3 اهداف. انت الزمالك بيهديك شوط يعني حرام والله العظيم ما عرفتش تستغله. 3-0 بس، 3-0 في الشوط الاول بس. ايه يا جدعان؟ حد يطمنا على كابتن خالد. ايه يا كابتن خالد، اخبارك ايه دلوقتي؟ اطمنت ان ديانج هيلعب؟ اهم حاجه شفت الخطاب الرسمي، رغم ان ديانج يا اخي سبحان الله من اسوأ لعيبه الاهلي النهارده، بس انت اطمنت يعني؟ شفت الدنيا ماشيه ازاي؟ مش تعريض، ما تخافش، احنا ما بيتفتحلناش القيد الساعه 5 الفجر والساعه 2 الظهر قبل الماتش بكام ساعه والكلام ده. مش للاهلي والله. عيب عيب، واحترم نفسك. انت اصلا قد كده، لا تسوي شيء عند جمهور الاهلي يعني. كفايه بقى صفار وكفايه حقد وكفايه غل بقى. مستني لما تحصل مجزره تاني؟ ده انت يا اخي وقسما بالله انت ظهورك على الشاشه اكبر فساد في الرياضه المصريه. خالد الغندور، الحمد لله قدرت تدوس على وش جمهور الزمالك. لو كان كسب النهارده كنت هتسمع ان هو الاحق بالفوز ببطوله الدوري، هو اللي احق بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا مش الاهلي، وكان هو اللي احق انه يصعد كاس عالم. كنت هتسمع حاجات غريبه لو الزمالك يعني ده لو يعني كان كسب النهارده كنا هنسمع حاجات غريبه. كنت هتسمع كلام من وحي الخزعبلات، من وحي البلاعه، من وحي البكابورت. كلام كده ما مش هتسمعه غير من واحد زملكاوي. ايه يا حسين يا شحات ده؟ ايه دي يا حسين ده يا قد كده بس نينجا، عيل نينجا قد كده بس ايه يحيرك. عيل مجري، استلامه وبوم. هو ده صبحي يا جدعان؟ هو ده صبحي اللي لعب الاولمبياد؟ وقسما بالله انا ما معترف بيه كحارس مرمى اصلا. مش سيبك بقى من مستواه عالي، مستواه تحت، مستواه فوق، لا انا مش معترف بيه كحارس. يعني هو كحارس وقسما بالله انا ما معترف بيه. يعني انا مش شايف صبحي ده حارس اللي هو قاعد عواد دكه. بس هو عند الزملكاويه حارس مرمى وممتاز وهو المستقبل وهو النجم وهو السوبر. شويه هياخد نفسه ويشم نفسه، عايز احلقهم زي ما غيره ايه زحلق النادي. حسين الشحات ده خلوهم عارف انت تيخ طخ تيخ حته تيخ طخ كده. انت لسه هتحكي معايا حته في الدقيقه الاولى ولا في الدقيقه الثانيه خلصت الماتش. مشكله النادي الاهلي انت المفروض بعد الجول ده انت تضغط. انت تضغط. جبت قفشه، جاب قايم والكره كانت حلوه وكان شكلها جميل، بس خلاص من بعد الدقيقه دي ما شفتش الاهلي تاني غير في الدقيقه 20 انفراد لكهربا. انفراد لكهربا في الدقيقه 20. كهربا يا جدعان عايزين مهاجم، والله عايزين مهاجم. سيبك بقى من المكسب النهارده. في لعيبه في الاهلي فعلا فخري، فخري من نجوم المباراه بس من ورا، من نجم المباراه بس من ورا. ديانج زي الزفت، بيرسي تاو زفت. في كام لاعب في الاهلي مؤثر على مستوى الاهلي النهارده؟ في كام لاعب النهارده مؤثر؟ يعني قفشه، اقول يعني قفشه بصراحه عمل كل حاجه النهارده في الماتش. محمد مجدي قفشه عمل كل حاجه في الشوط الاول بالاخص. يعني الشوط الثاني الاهلي ما راحش غير بكوره او 2، كوره الجول بتاع شريف وكوره قبلها اللي هي كان انفراد دي بيرسي ده وزقها طولت منه. فالنادي لا قفشه عمل كل حاجه. في حته بقى ظالمه قوي بصراحه. نجم المباراه مش حسين الشحات، نجم المباراه اوساريو. نجم المباراه اوساريو مدرب الزمالك مش حسين الشحات. القائمين على المباراه والمسؤولين عن المباراه غلطوا للاسف في الحته دي، لان نجم المباراه الاول اوساريو، بعد كده يجي الشحات، بعد كده يجي قفشه، بعد كده معلول. حط اللي انت عايزه بس رقم 1 اوساريو. تحس ان اللعيبه لو متفقه ان انت النادي الاهلي عملت شوط مفيش احسن من كده. رغم ان النادي الاهلي عنده غلطات في الشوط، بس كوارث نادي الزمالك خلاص غطت على اخطاء النادي الاهلي. الاهلي عرف يمسك كوره، عرف يستحوذ على نص الملعب بقفشه. نجم المباراه مع حسين الشحات. قفشه كان بينزل بيقوم بدور مركز 8 اللي هو فخري كان ملغيه اصلا مش موجود. قفشه كان بيقوم بدور 8 بيقدر يستلم ويسلم وتلاقيه على الدايره صانع لعب. قفشه كان قايم بدورين النهارده 8 و10 بوكس تو بوكس ودور البلاي ميكر صانع اللعب. كان هو اللي بينزل ياخد المفروض اللي يقوم بالدور ده فخري. انما احنا شفنا فخري كان عامل ازاي.
مش عايزين نيجي عليه اكتر من كده. قفشه كان قايم بالدورين دول، دور 8 البوكس تو بوكس، كان بينزل بيرفع عينه بيفتح زاويه للملعب، بيبتدي يزق كورته قدام. انا اول مره اشوف قفشه بالحاله دي من فتره كبيره، من سنتين حقيقي، من سنتين اول مره اشوف اول مره اشوف قفشه بالحاله دي بالمستوى ده. قفشه تاني نجوم المباراه مع حسين الشحات، اللي لم يكن هو النجم الاول بصراحه. والنبي يا جماعه حد يكلم لنا كابتن خالد، بس انا عايز اشوفه دلوقتي، انا نفسي اشوف منظره دلوقتي، انا نفسي اشوف الاربعه وهي معلمه على قفاه، نفسي اشوف خالد الغندور والاربعه معلمه على قفاه، هموت واشوفه، نفسي اشوفه دلوقتي، نفسي اشوفه هو كان بيقرا الخطاب بتاع ديانج، يشوفه هيلعب ولا لا، نفسي اشوفه، عايز اشوفه الاصفر، خالد الغندور الاصفر. كده نقدر نقول للنادي الاهلي مليون مبروك بطوله الدوري، مليون مبروك لمجلس اداره وجهاز الفني ولاعيبه وجماهير. كده نقدر نقول فعلا الاهلي فاز بالدوري السنه دي، لان لو حصل نتيجه غير كده الدوري بصراحه لا يعنيني. دوري يعني تفوز على الزمالك، ما هي مالهاش حل، دوري خدت الدوري يبقى تفوز على الزمالك، معروفه هي قاعده، انما تاخد دوري وتخسر من الزمالك بتبقى بايخه شويه. مليون مبروك للنادي الاهلي. خلاص بقى نريح بقى اللعيبه بقى، انت هتلاعب بقى خلاص بقى فرق، معلش يعني مع احترامي لاي فرق صغيره، هتلاعب بيراميدز. اهم حاجه علمت على البيضه، علمت على الصفرة بجماهيرها، بعض جماهيرها، لان في ناس انا اخويا راجل زملكاوي بس راجل بيفهم يعني، مش بالغاغه والغوغاء والتدليس اللي فيه جمهور الزمالك. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره.